إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمدك اللهم حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يترك أمرا يقربنا من الجنة ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به، ولم يدع أمرا يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه. فاللهم اجزه عنا بخير ما جزيت به نبيا عن أمته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار في طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن الفرق التي تنشأ، قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك فإن أهل السنة دائما يقولون: لا نأخذ معلوماتنا ولا نتكلم بكلام إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجدنا كل الفرق المخالفة للكتاب والسنة تزعم أنها على الكتاب والسنة، ويأخذون نصوصا من القرآن ونصوصا من السنة ويفسرونها بما يخدم معتقداتهم. لذلك فإننا نضيف أننا نأخذ بالكتاب والسنة، نضيف عليها بفهم سلف الأمة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بمفاهيم أحد. وحديث اليوم معكم إن شاء الله سيكون عن بعض ما بيننا وبين المتصوفة من خلاف. وأقول بعض ما بيننا وليس كل ما بيننا، لأن الحديث عن التصوف يحتاج إلى لقاءات لا حصر لها. فخلاصة القول أنهم حينما يطوفون حول القبور والأضرحة ويسألونها ما لا يسأل إلا من الله عز وجل، ويظنون أن ذلك قمة التدين، يعتمدون على بعض نصوص يفسرونها طبقا لتفسيراتهم. وأريد أن أقسم الحديث إلى نقاط محددة. النقطة الأولى أنهم يقولون إن الموتى يسمعون في قبورهم، ويعتمدون في هذا على حديث جاء في صحيح البخاري: في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المشركين ليطرحوا في القليب. القليب يعني بئر، وطرحوا في القليب في هذا البئر. والنبي صلى الله عليه وسلم رآه أصحابه يخرج في جوف الليل إلى هذا القليب وينادي ويقول: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. وسماهم بأسمائهم: يا أهل القليب، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان. فسأله عمر رضي الله عنه
أتنادي قوما قد جيفوا، يعني أصبحوا جيفة نتنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. هذا حديث في صحيح البخاري. وتعلق عليه عائشة رضي الله عنها تقول إنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم يسمعوني، إنما قال إنهم يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وهذا التعليق جاء في البخاري كذلك، وكذلك قتادة جاء عنه في البخاري أنه قال: أحياهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمعهم ما يقول حسرة وندما وتصغيرا وتحقيرا لهم. خلاصة الأمر أن الرأي الراجح في هذه المسألة حتى إذا كان الله عز وجل أسمعهم في قبورهم فهذه خاصة بغزوة بدر فقط وبقتل المشركين فقط، لا تنطبق على أمور أخرى. لماذا؟ عائشة رضي الله عنها استشهدت بآيتين من كتاب الله. قالت: يقول ربنا تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى، في سورة النمل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. واستشهدت بآيات أخرى في سورة فاطر: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذه أدلة على أن الموتى لا يسمعون من يخاطبهم. والأدلة في كتاب الله عز وجل كثيرة زيادة على ما قدمته لنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث. يعني النبي الله تبارك وتعالى حينما يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فكل هذه الآيات ترد على هؤلاء الذين يقولون إن الموتى يسمعوننا في قبورنا. النقطة التالية: يقولون إن الموتى ينفعون الأحياء، ويستشهدون بواقعة في صحيح البخاري كذلك. ما هي؟ في ليلة الإسراء والمعراج حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وأثناء نزوله في السماء السادسة قابله موسى عليه السلام وقال له: ماذا فرض الله عليك يا محمد؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. والذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتردد بين موسى وربه حتى خفضت الصلوات إلى 5 صلوات وإن كانت 50 في الأجر. يقولون: ألا يدل هذا على أن موسى عليه السلام بعد موته نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وردنا على هذا: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحيا الله عز وجل لهم الأنبياء وصلى بهم في هذه الرحلة إنما ذلك لكي يبين الله تبارك وتعالى لنا قدر محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أن شريعته ناسخة لكل الرسالات السابقة. أما مسألة أن الموتى ينفعون الأحياء فنرد عليها من كتاب الله عز وجل في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ماذا تعني هاتين الآيتين؟ الله تبارك وتعالى حينما يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هل هذا يثبت أنهم ينفعوننا بشيء؟ لا ينفعوننا بشيء. وكذلك في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
أين الدليل على أنهم يسمعون؟ أليست هذه أدلة كافية على أنهم لا ينفعوننا بشيء؟ ثم انظر في سورة الرعد، الله تبارك وتعالى يضرب لنا مثالا طيبا. الذي يريد أن يشرب وأمامه الماء في وعاء، لو أنه وضع يده في هذا الماء هل يصل الماء إلى فمه؟ كذلك الذين يدعون من دون الله، يقول عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إذن الذي يدعو غير الله أصبح من الكافرين بنص هذه الآية. بل أقول لكم باختصار إن خير خلق الله على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى له في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا يملك لنفسي. لو قلنا لهم هذه الآية يقولون لنا نعم هو لا يملك لنفسه ولكن يملك لنا نحن أن ينفعنا أو يضرنا. نقول الآية الأخرى في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني في سورة الأعراف لا يملك لنفسه وفي سورة الجن لا يملك للناس جميعا. فهذه الأدلة تدل على بطلان ما يعتقدون. المسألة التالية أنهم ينسبون إلى أوليائهم علم الغيب، يقولون إنهم جميعا يعلمون الغيب بحسب درجة ولايته. وحينما يقولون هذا بماذا يبررون؟ يعني هناك شيخ أسبق للأزهر الذي أخذ شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، كانت له مواقف طيبة في الدفاع عن الإسلام، ولكنه كان شيخا من شيوخ المتصوفة وكتب كتبا كثيرة على أوليائه الصالحين. وذكر في كتاب من كتبه وكتاب عن أبي العباس المرسي من أين جاءوا بمسألة أن أولياءهم يعلمون الغيب. أخذوا هذا من أبي حامد الغزالي، وأردت أن أقرأ لكم نص ما كتبه حتى لا يتصور أحد أننا نفتري عليهم. يقول هذا الدكتور الكبير الذي كان شيخا للأزهر، يقول والإمام الغزالي يعبر عن رأي الصوفية وعن رأي فلاسفة الإشراق، يرى أن الدليل القاطع على أن هناك معرفة ليس مرجعها إلى الحس ولا إلى العقل، إنما هما أمران، يعني يعلمون الغيب بسبب أمرين اثنين. الأمر الأول عجائب الرؤيا الصادقة، فإنه ينكشف بها الغيب. يعني الإنسان يمكن أن يرى رؤيا صادقة ويكشف له بها بعض الغيوب، وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظة. ما هذا الهراء؟ يعني إذا جاز في النوم أن أرى شيئا من الغيب فهذا لا يستحيل في اليقظة. من الذي قالها؟ أين الدليل على هذا؟ فكلام أبو حامد الغزالي هذا يضرب به عبد القائد. لكن يضرب إلى الأمر الثاني وهو أفش عن الأول، يقول والثاني إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور في المستقبل، وإذا جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لغيره. سبحان الله، هل هذا من الإسلام؟ أقول لا. لماذا؟ مرجعنا في هذا كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن كل آيات القرآن تنسب الغيب لله عز وجل. مثال واحد في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا أفضل خلق الله مرة أخرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل كلمه في آيتين، آية في سورة الأنعام وآية في سورة الأعراف. آية الأنعام
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ماذا تعني كلمة ولا أعلم الغيب؟ كيف تؤول وكيف تفسر إلا أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم؟ كلمة واضحة وصريحة. وفي سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والأدلة في كتاب الله هذان الدليلان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للسنة هناك آلاف الأدلة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب. إذن كيف كان يخبرنا صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب كأخبار الأشياء التي في الجنة أو النار أو العبور الصراط الذي المضروب فوق جهنم وما إلى ذلك؟ كل هذا بينه لنا ربنا في سورة الجن، وهي الآية الوحيدة التي جاءت في القرآن التي تبين أن الله تبارك وتعالى يطلع بعض خلقه على غيبه. من هم ولماذا؟ الآية يقول فيها ربنا عز وجل عن نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. يظهر يعني يظهر، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. الله عز وجل يطلع الرسول على أمر من أمور الغيب لكي يبلغه لنا أنه رسالة من عند الله تبارك وتعالى. وهذا ينطبق على كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب. هل هذه الآية تدل على أن غير الرسول قد يعلم الغيب؟ إذن معرفة الغيب ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يطلعه ربنا تبارك وتعالى على أمر من أمور الغيب، وليس معرفة الغيب بصفة عامة شاملة. والرسالات قد انتهت، فكيف يأتي أبو حامد الغزالي ويقول إن الناس قد يعلمون الغيب طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ببعض أمور المستقبل، فكذلك كل الناس يفعلون هذا؟ إذا ما ازدادت درجة الولاية ازدادت معرفته بالغيب، من أين جاءوا بهذا؟ لا أدري. وكما رأيتم القرآن واضح وضوحا كاملا. النقطة التالية بعد هذه مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن من قبل أن ينزل، هكذا يقولون في كتبهم، ويعتمدون أيضا على آيات في كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه في سورة طه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يأخذون هذه الآية وآية أخرى في سورة القيامة ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتيه جبريل بالوحي كان يقول الآيات قبل أن يقولها جبريل، لأنه كان يعلم القرآن قبل أن ينزل. وحتى لا أحمل معي كتبا كثيرة نقلت لكم في ورقة صغيرة ما ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. ابن كثير وتفسير ثلاثي والحمد لله عند تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه يقول وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم
ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعدك وقل رب زدني علما. هذا ما ذكره ابن كثير. إذا كان ما ذكره ابن كثير لا يعجب هؤلاء المتصوفة فإننا نسوق لهم آيات أخرى من كتاب الله. في سورة الشورى يقول ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ماذا تعني؟ هل كان أنه يدري؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. في سورة آل عمران قص الله تبارك وتعالى علينا جانبا من قصة مريم أم عيسى عليه السلام. وبعد ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا والله تبارك وتعالى يقول هذا أوحيته إليك لكذا وكذا. في سورة يوسف بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من إخوة يوسف وكيف ألقوا أخاهم في البئر وما إلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني لم تكن معهم ولم تكن تعلم شيئا من هذا. في سورة هود الله تبارك وتعالى قص علينا جانبا من قصة نوح عليه السلام وصناعته للفلك ورفض ولده أن يركب معه. وبعد نهاية القصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين. فأينما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن قبل أن ينزل. انتقل إلى نقطة أخرى. يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور ويؤولون لأحاديث هم الذين كذبوا فيها إن الله قبض قبضة من نوره وقال لها كوني محمدا فكانت. ولكن جئت لكم بمرجع آخر ألفه أو جمعه شيخ كبير مؤسس لإحدى الطرق الصوفية توفي من حوالي 20 عاما تقريبا. وكتاب يسمى تبرئة الذمة في نصف الأمة. كتاب كبير ما من صفحة إلا وفيها خرافات. أولا اسمع في المقدمة كتب هذا الكتاب لكي يرد على أنصار السنة. يقول في المقدمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد أول الخلق على الإطلاق. أول خلق مخلوق من نور أول الخلق على الإطلاق. وبعد ذلك يقول إن بعض الناس قد غيروا معالم الدين بسبب عدم المعرفة والإرشاد وضعفوا الأحاديث النبوية الشريفة على حسب هواهم بل وفسروا الآيات القرآنية الكريمة وفقا لأهوائهم الشخصية وانتقصوا قدر الرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا وهم الأخسرون أعمالا أنه لا فائدة في نبي ولا ولي ولا إمام بعد موته. وتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه ما هو إلا رجل أوحى إليه بشرع أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه فبلغه وانتهت مهمته بعد التبليغ. بل ذهبوا إلى أبعد من هذا في تنقيص قدر الرسول صلى الله عليه وسلم فزعموا أنه صلى الله عليه وسلم كان جاهلا قبل أن يأتيه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهم يدعون أنهم يفهمون كلام الله تعالى ويفترون على الله كذبا أنهم أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا الذي جاء في الكتاب لكي يرد على أنصار السنة
انظروا ماذا جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور. جاء بحديث يسمى حديث جابر، هم الذين ألفوا هذا الحديث. يقول: وحديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يثبت أسبقية نوره صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. فقال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، من نور الله عز وجل، يعني خلق نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس. فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور 4 أجزاء، قسم نور النبي عليه الصلاة والسلام 4 أجزاء. فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الجزء الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الرابع 4 أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء. انتبهوا إلى هذا الهراء، قسم الجزء الرابع 4 أجزاء، فخلق من الجزء الأول السماوات، والجزء الثاني الأراضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الجزء الرابع 4 أجزاء، فخلق من الجزء الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله، ومن الثالث نور إنسهم وهو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم نظر إليه فترشح النور عرقا، فتقطرت منه 100,000 قطرة و20,000 4,000 قطرة، يعني 124,000 قطرة. هم يعتقدون أن الأنبياء 124,000 رسول. فيقول: فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسهم أرواح الأولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة. فالعرش والكرسي من نوري، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا. فالعرش والكرسي من نوري، والروحانيون من نوري، والجنة وما فيها من النعيم من نوري، والشمس والكواكب من نوري، والعقل والعلم والتوفيق من نوري، وأرواح الأنبياء والرسل من نوري، والسعداء والصالحون من نتائج نوري. ثم خلق الله آدم من الأرض وركب فيه النور وهو الجزء الرابع، ثم انتقل منه إلى شيث، وكان ينتقل من طاهر إلى طيب إلى أن وصل إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه إلى وجه أمي آمنة، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين. هكذا بدأ خلق نبيك يا جابر. ويقول إلى جواريه: حديث صحيح. أليس هذا استهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الخراء ينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول حديث صحيح. لكن انظروا إلى ما هو أبعد من ذلك من الخرافات التي يذيعونها على الناس. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا لجابر، جبريل استغرب: كيف هذا؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا آخر، وأحب أن أقرأ لكم بدل من أقول من كلامي أنا. يقول: ولا بد لنا أن نورد هنا ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا جبريل عليه السلام، عندما كان سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى استغراب سيدنا جبريل عليه السلام عندما قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه عن أول شيء خلقه الله تعالى نور نبيك يا جابر،
سأله قائلا، النبي عليه السلام بيسأل جبريل: يا جبريل كم عمرت من السنين؟ يعني عمرك كم سنة يا جبريل؟ الرسول عليه السلام يسأل جبريل: كم عمرت من السنين؟ فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله لست أعلم، غير أن في الحجاب الرابع، يعني في السماء الرابعة، نجما. أولا النجوم في سماء الدنيا فقط، باقي السماوات ليس فيها نجوم ولا كواكب. يقول في الحجاب الرابع نجما يطلع كل 70,000 سنة مرة، وأنا رأيته 70,000 مرة. يعني لو حبيت تعرف عمر جبريل على هذا الكلام تضرب 70,000 في 70,000 يطلع 4,900,000,000، يعني فرض 5 مليار سنة. النجم يطلع كل 70,000 سنة مرة، وجبريل رآه 70,000 مرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وعزة ربي أنا ذلك الكوكب. تأمل: وعزة ربي، ويقسم بالله على هذا الكذب: أنا ذلك الكوكب. يعني الكوكب الذي بقاله 5 مليار سنة تقريبا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من الكذب؟ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما بيننا وبين المتصوفة. لكن انظروا إلى أمر آخر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سأل جبريل، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام عن المكان الذي يأتي منه بالوحي. يجيب لي الوحي منين؟ فقال له جبريل: حيثما أكون في أقطار السماوات أسمع صلصلة جرس، فأسرع إلى البيت المعمور فأتلقى الوحي فأحمله إلى الرسول أو النبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى البيت المعمور الآن واتلو نسبي. اطلع دلوقتي بيت معمور بسرعة واتلو نسبي. فذهب سيدنا جبريل عليه السلام مسرعا إلى البيت المعمور وتلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخره. فانفتح البيت المعمور ولم يسبق أن فتح له من قبل. أول مرة يفتح البيت المعمور. فرأى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بداخله، بداخل البيت المعمور، فتعجب، فعاد مسرعا إلى الأرض فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه كما تركه مع سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. فعاد بسرعة خارقة إلى البيت المعمور فوجده صلى الله عليه وسلم هناك، ثم عاد مسرعا إلى الأرض فوجده صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا مع سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. فسأل جبريل عليه السلام سيدنا جابرا رضي الله تعالى عنه قائلا: هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه هذا؟ لا في البيت معمور ولا في الأرض، هل ترك مجلسه هذا؟ فقال سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه: كلا يا أخ العرب، فإننا لم ننتهي بعد من الحديث الذي تركتنا فيه. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا تعال؟ ما معنى هذه العبارة؟ أنكروا وجود الله عز وجل، أنت الذي تعطيني بالوحي وآتي به إليك، إذا كان الأمر منك وإليك فلماذا تعال؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: للتشريع يا أخي يا جبريل، للتشريع يا أخي يا جبريل. هذا من ضمن الخرافات التي يعتقدونها. لكن أقول لكم أمر آخر ما هو أبشع من هذا. من عقائد المتصوفة شيء يسمى عقيدة الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود. يزعمون أن الله حل في كل هذه المخلوقات، فلا فرق بين الله وبين المخلوقات. حتى يأتي واحد منهم اسمه محي الدين ابن عربي يقول: إذا وجدت إنسانا يسجد لصنم فلا تتهمه بالكفر، فإنه في الحقيقة يسجد لله لأن الله حل في هذا الصنم. ومن أشعاره يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. وواحد آخر اسمه الحلاج كان يشير إلى الجبة التي يلبسها ويقول: ليس في الجبة إلا الله، لأن الله يحل في المخلوقات. وأقول لكم عبر عن وحدة الوجود إبراهيم الدسوقي الذي في دسوق، وكتب فيها قصيدة شعر
اخترت لكم منها بعض الأبيات، والقصيدة مرجعها في كتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني. الشعراني له ضريح في هذه الشعرية، كان شيخا الأزهر في القرن العاشر الهجري، العاشر يعني يبدأ 901 وانتهى 1000 في هذه الفترة، كان شيخا الأزهر، وجعل من نفسه مؤرخا للمتصوفة، كتب الكرامات عن المتصوفة قرابة 2000 شخصية، يكتب عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه سطورا قليلة، أما عن غيرهم يكتب عشرات الصفحات. فهذا إبراهيم الدسوقي يقول في الأشعار في القصيدة التي كتبها والتي يعبر فيها عن عقيدة وحدة الوجود: نعم نشأتي في الحب من قبل آدم، وسري في الأكوان من قبل نشأتي. تأمل، النشأة من قبل آدم وسر قبل هذه النشأة كمان. نعم نشأتي في الحب من قبل آدم، وسري في الأكوان من قبل نشأتي. أنا كنت في العلياء مع نور أحمد، مع نور النبي عليه الصلاة والسلام اللي اتخلق من نور الله، كان معهم برضه إبراهيم الدسوقي. أنا كنت في العلياء مع نور أحمد على الدرة البيضاء في خلويتي. أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه بلطف عنايات وعين حقيقتي. أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا وأسكن في الفردوس أنعم بقعتي. أنا كنت مع عيسى في المهد ناطقا وأعطيت داود حلاوة نغمتي. أنا كنت مع نوح بما شهد الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي. أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة، أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة. هذا من أشعاري التي كتبها حتى نعمل فرق بيننا وبين المتصوفة. وتأملوا من الكلمات التي قالها لكي يثبت وحدة الوجود، أن العالم كله شيء واحد. يقول: أنا موسى عليه السلام في مناجاته، أنا علي رضي الله تعالى عنه في حملاته، أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي، أنا في السماء شاهدت ربي، وعلى الكرسي خاطبته، أنا بيدي أبواب النار غلقتها، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أدخلته جنة الفردوس. كلام إبراهيم الدسوقي. ومن كلامه أيضا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم سر إلى مالك خزن النار وقل له يغلق النيران، وسر إلى رضوان وقل له يفتح الجنان. ففعل مالك ما أمر به ورضوان ما أمر به. استجابوا الملك الخاص بالجنة والملك الخاص بالنار، استجابوا لما أمر به إبراهيم الدسوقي، لأنها الأمر جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التهريب ينسبونه للدين، وفي كتب تعتبر عندهم أهم من صحيح البخاري عند أهل السنة، وهكذا. نقطة أخيرة وهي إيمانهم بالخرافات، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني مثلا في كتاب الطريقة البرهانية هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت وهو فوق السماء. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه، وإنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء، وإنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليها لا مانع في ذلك. يعني الذي يريد الله عز وجل له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يراه بجسده حقيقة وليس خيالا. وبعد ذلك سئل بعضهم: كيف راه الراؤون المتعددون في أقطار متباعدة؟ يعني إنسان في مدينة القاهرة، إنسان في اسكندرية، إنسان في أمريكا، إنسان هنا إزاي كيف هؤلاء يرى أن كل واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد؟ فرد بقوله: كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. الشمس ضوءها بيعم العالم كله، وهكذا. هذا من ضمن الخرافات. فهذا أيضا يذكرني بكرامة قرأتها
لواحد من أوليائهم اسمه محمد الحضري من المحافظات الغربية، يقولون في بلد اسمها نهية أو نهية لا أدري، في المحافظة الغربية، وهذا الكلام جاء في الطبقات الكبرى الشعراني. يقولون أن هذا الرجل أنه جاء المسجد فطلب منه أن يخطب الجمعة، فقال بسم الله وصعد المنبر، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجده قال لا إله لكم إلا إبليس عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء في الكتاب، لا إله لكم إلا إبليس. فقال الناس كفر وهاجوا، وإذا به ينزل من المنبر متقلدا سيفه، والناس هربوا وخرجوا من المسجد، وهو ظل جالسا إلى المنبر إلى ما بعد صلاة العصر. وفي المساء أهل القرى يجتمعون ويتدرسون ما حدث في ذلك اليوم، فقص عليهم واحد منهم الذي قلته لكم هذا، فإذا بواحد يقول كيف هذا؟ ده كان عندنا في بلدنا وهو الذي خطب الجمعة. وآخر يقول كان عندنا، وعدوا له في ذلك اليوم في يوم واحد 30 مسجدا خطب فيهم الجمعة. يعني إنسان من 30 جثة، من 30 جسد يخطب هنا وهنا وهكذا. قلت والله لو كانت هذه الكرامة موجودة لتمنينا أن تكون لأنصار السنة المساجد كثيرة والدعاء قليلون، فلا مانع أن نقول يا فلان خذ هذه 10 مساجد اخطب فيها غدا مثلا، ولكن هذا من الهراء ومن الدجل ومن الشعوذة. وإذا كان شيخ الطريقة يقول هذا، فأقول لكم شيخ الأزهر الأسبق له في كتبه كلها خرافات. يعني مثلا من ضمن خرافاته يقول ان ذكر محي الدين ابن عربي وهو شيخ كبير عندهم، يقول دعانا بعض الفقراء الى دعوة، يقصد الصوفية، الفقراء بيسموه الصوفية والصوفية يسموه الفقراء. دعانا بعض الفقراء الى دعوة بزقاق القناديل بمصر، فاجتمع بها جماعة من المشايخ، فقدم الطعام وعجزت الأوعية، يعني الضرب ما كفتش، السخون كانت قليلة، وهناك وعاء زجاج جديد قد اتخذ البول ولم يستعمل بعد، مبولة زجاجية لم تستعمل لسه جديدة، فغرس فيها رب المنزل الطعام، فالجماعة يأكلون، أكلوا من المبولة الجديدة، وإذا الوعاء يقول منذ أكرمني الله بأكل هؤلاء السادة مني لا أرضى لنفسي أن أكون بعد ذلك محلا للأذى، ثم انكسر نصفين. الوعاء الزجاجي تكلم وقال طالما أن الله عز وجل أكرمني بأن هؤلاء الناس الطيبين يأكلوا مني فلا أرضى أن يتبول فيه أحد، وانتحر الوعاء انقسم نصفين. شيخ أزهر أثبت يقول هذا الكلام في كتابه، وكتب موجودة في السوق ما زالت تباع وتطبع إلى يومنا هذا. بل انظروا أيضا في نفس الصفحة تقريبا أو ما قبلها، قرئ على واحد من مشايخهم قرئ شعر يقول فيه الذي قال هذا الشعر: لو كان لي مسعد بالراح يسعدني، أولا الراح اسم الأسماء الخمرة، والصهباء أيضا اسم الأسماء الخمرة. لو كان لي مسعد بالراح يسعدني لما انتظرت لشرب الراح إفطارا. يعني وأنا صائم لماذا أنتظر وقت الإفطار لأشرب الخمر؟ أشربها في أي وقت وأنا صائم. الراح شيء عجيب أنت شاربه فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا. يا من يلوم على صهباء صافية، صهباء كما قلت من أسماء الخمر برضو، يا من يلوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعني أسكن النار. خذ أنت الجنة وأنا اديني النار. فقال إنسان هناك لا يجوز قراءة هذه الأبيات، فقال الشيخ اقرأ، هذا رجل محجوب، يعني رجل وصل، مدام وصل إلى الله عز وجل انتهت المسألة خلاص، يفعل كل ما يريد، لا صلاة عليه ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء أبدا، طالما وصل إلى الله عز وجل. من ضمن خرافاتهم هذا، والخرافات عندهم كثيرة. وانظر إلى خرافة أخرى في هذا الكتاب، يذكر أيضا أن إماما كان يصلي بالناس، الذي هو أبو العباس الملسي نفسه، كان يصلي بالناس
وقرأ في صلاته من سورة الشورى، يقول صليت خلف الشيخ صلاة الصبح فقرأ بحاميم عين سين قاف حتى انتهى إلى قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا فخطر لي أنها الحسنات، ويهب لمن يشاء الذكور فخطر لي أنها العلوم، أو يزودهم ذكرانا وإناثا يعني علوما وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما يعني لا عنده علم ولا حسنة. تفسير غريب طبعا، لكن جاء بهذا بخطره. فلما سلم الشيخ من الصلاة استدعاني وقال لي لقد وجدت فهمك في الصلاة، أنا عرفت أنت فكرت إزاي في الصلاة، فهمت الآيات إزاي. يهب لمن يشاء إناثا يعني الحسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعني العلوم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني علوما وحسنات، ويجعل من يشاء عقيما يعني لا علم ولا حسنة. وقد فعجبت من اطلاع الشيخ على ذلك، ازاي الشيخ يطلع على اللي جاه في دماغي وانا بصلي. فعجبت من اطلاع الشيخ على ذلك، فقال أتعجب من اطلاعي على فهمك في الصلاة؟ لقد فهم فلان كذا وكذا، وفهم فلان كذا وكذا، وفهم فلان كذا وكذا. يقول شيخ الأسبق حتى عد أفهام الجماعة الذين قرأوا كلهم، يعني علم كل إنسان من المأمومين اللي صلوا وراه فهم الآيات ازاي. ماذا تركوا الله عز وجل حينما يقول عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هم كذلك يعلمون ما تخفي الصدور. لو كانت الخلافات بيننا وبين المتصوفة في الفروع لهان الأمر، لكن كما رأيتم الخلافات في الأصول. ولذلك حينما نشدد ونقول علينا باتباع الكتاب والسنة لابد أن نقول معها بفهم سلف الأمة. رأيتم يأتون بآيات من القرآن ويحرفونها على أهوائهم. فعلينا جميعا أن نفهم هذا المبدأ، أننا ندعو إلى الله عز وجل على أساس من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نضيف إليها قولنا بفهم سلف الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أعتذر إلى الله عز وجل وأرجو أن يغفر لي خطئي في أنني قد أطلت، والسنة تقصير الخطبة، ولكن الأمر كما ترون أمر موجع ولا بد أن يفهمه الجميع. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي هذا الذي فعلته. ثم بعد هذا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بتقوى الله، والتقوى تعني لزوم الطاعة والبعد عن المعصية. جعلها ربنا تبارك وتعالى سببا لدخولنا الجنة، وإن كنا ندخلها أصلا برحمة الله عز وجل وليس بأعمالنا فقط. ثم بعد هذا أوصي نفسي وأوصيكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا وعملا صالحا متقبلا واتباعا كاملا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.